السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. والله العظيم وحشتنا جدا جدا جدا. الفيديو بتاع النهارده يا جماعة بيتكلم على اعدادات كارت الشاشة ال AMD. لو انت معاك كارت شاشة AMD، ايه هي افضل اعدادات تعملها لكارت الشاشة علشان تاخد اداء سريع جدا للجهاز واداء سلس للالعاب، وطبعا فريمات اعلى واف بي اس اعلى، والدنيا تبقى رايقة معاك. حلو، تمام. يلا بينا نخش على الكمبيوتر. بس قبل ما نخش على الكمبيوتر لازم نصلي على النبي طبعا، تمام؟ ده اول حاجه، ونعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تتفرج عليا، ولازم تفعل زر الجرس عشان تشوف الاعدادات الجديده اللي جايه، تمام؟ وهحط لك قائمه اعدادات في علامه الاي اللي فوق، خش بص عليها، اكيد هتلاقي حاجه هتنفعك. يلا بينا نروح على الكمبيوتر يا اخواتي. طبعا يا جماعه، وهنا رجعنا للكمبيوتر، ويلا بينا نبتدي الخطوات واحده واحده. مبدئيا اول حاجه بنعملها بندوس كليك يمين علشان خاطر نفتح كارت الشاشه زي ما انت ما شايف كده. طبعا هنا انا ضايف المحاكي، تمام؟ وانا هقول لك برضك تضيف المحاكي ازاي، وتضيف اي لعبه ازاي، وازاي تظبط الاعدادات. تابع معايا واحده واحده كده وصلي على النبي. اول حاجه هتعملها هتخش على صفحه الجيمنج. دخلت هنا على صفحة الجيمنج، طبعا عندك هتجيلك واحدة غير دي. انا هنا ضايف المحاكي علشان خاطر لعبة كول اوف ديوتي موبايل او لعبة بابجي، فانا ضايف المحاكي. هقول لك تضيفه ازاي وتعمل ايه. مبدئيا هنرجع ندوس على السهم اللي ورا ده، تمام؟ انت عندك جات لك الصفحة بالطريقة دي. طيب عاوز تضيف حضرتك محاكي الجيم لوب، سواء بقى كنت بتلعب بابجي، بتلعب كول اوف ديوتي، بتلعب اي لعبه على المحاكي، وسواء برضك بتلعب اي لعبه هتضيف بنفس الطريقه، ولازم تضيف اللعبه بتاعتك. ركز معايا، بنفس الطريقه بتضيف اي لعبه. هتعملها ازاي؟ بص يا سيدي، هتيجي معايا هنا على الثلاث نقط اللي على اليمين، هتدوس اديت اجيم، تمام؟ وتشوف اللعبه بتاعتك فين وتروح تضيفها. طب انا دلوقتي عاوز اضيف كول اوف ديوتي موبايل، انا هعرفها ازاي؟ بص يا سيدي الناس، مبدئيا هتيجي بره على الديسك توب زي ما انت ما شايف كده، هتيجي هنا على الديسك توب زي ما انت ما شايف كده، وهتيجي هنا على الجيم لوب طبعا الجيم لوب الماركت مش اللعبه اللي انت بتفتح عليها. اوعى تضيف لان ده كده انت حرفيا ما ضفتش اي حاجه، دي حاجه كده انت عملتها ملهاش اي 30 لازمه، تمام؟ هنعرف ازاي. هنيجي ندوس على كليك يمين هنا، اوبن فايل لوكيشن. هنا بيقول لي عندي المحاكي موجود في ماي كمبيوتر، في السي، في بروجرام فايل تي اكس جيم اب ماركت. ده كده اهو الاب ماركت اللي هو على الديسك توب حلو، كلام جميل. تعالى بقى معايا نعرف ازاي اللعبه اللي احنا بنلعبها على انهي محاكي، تمام؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا سيدي الناس، انا هنا دلوقتي فتح لكم كود موبايل علشان خاطر اعرف اجيب المحاكي بتاعي انهي محاكي في الكذا محاكي اللي موجود. حلو، طب انا هعرف ازاي؟ صلي بينا على النبي. هتيجي هنا على الديسك توب، هتدوس كليك يمين وتفتح التاسك مانجر. فتح لك التاسك مانجر بالمنظر ده. حلو، طبعا هنا مكتوب جيم لوب. طب انا هعرف ازاي برضك المحاكي بتاعي ازاي؟ ما هو ده يمكن ده الجيم لوب الماركت مثلا. صلي بينا على النبي. هتيجي هنا عند ديتيلز وتدوس على ديتيلز، هتلاقي هنا فتحت لك ده الجيم لوب المفتوح. طبعا انا هنا المحاكي مش موجود، علامه في السهم اللي جنب الساعه انا هنا مش موجود. حلو، فالمحاكي اللي احنا فاتحين عليه اللي هو ده، اللي هي اللعبه دي، تمام؟ ديت مفتوحه على اندرويد ايموليتور اي ان. يبقى احنا المفروض اللي احنا هنضيفها اندرويد ايموليتور اي ان. لو انت مثلا فاتح بابجي ممكن تلاقي اندرويد ايموليتور اي اكس. ركز معايا، اللي احنا فاتحين عليها دلوقتي ديت اللعبه الاي ان، يبقى اللي احنا هنضيفها في كارت الشاشه هيبقى ايه؟ اندرويد ايموليتور اي ان. يلا بينا نضيفها ونمشي معاها واحده واحده. بص يا سيدي، تعالى بس نقفل نفتح كده، هندوس على اديت تو جيم، تمام؟ وهنخش على ادي ماي كمبيوتر، وهنخش على السي، وهنيجي على بروجرام فايل، وهننزل تحت على تي اكس جيم اهي، نفتحها كده. وهنيجي هنا اهو، لو دوست كده انت كده دخلت الاب ماركت اللي احنا مش عايزينه اهو. لا، انت بترجع واحده لورا، تمام؟ وتخش على اليو اي، هتنزل تحت كده هتلاقي اندرويد ايموليتور اي ان، وهي ديت اللي احنا فاتحين عليها. فهمت الفكره؟ هي دي اللي انت فاتحين عليها. اول ما بتدوس لها اوبن هتلاقيها اتضافت لك ايه بره. طبعا لو انت بتلعب بابجي هتلاقيها مثلا اي اكس او اي ان ايا كان، هتيجي برضك تختار اللي هي اللي عندك وتروح جاي دايس ايه؟ اوبن. طبعا انا عندي الاي ان بختارها وبدوس اوبن. طيب انا هنا اخترتها اتضافت لي هنا. تعالى بقى نظبط الاعدادات واحده واحده واقول لك ايه انسب حاجه. يلا بينا نخش على ايه. طبعا هنا دخلنا عليها. تعالى بقى انزل معايا واحده واحده ونمسكها اعداد اعداد، تمام؟ صلي بينا على النبي. اول حاجه هتفعلها راديون انتي لاج. راديون انتي لاج باين من عنوانه جدا اللي هو بيقلل اللاج. حلو، وهتقفل الراديون شيل راديون شيل بيعمل لك ليميت للاف بي اس، وانا ما انصحكش بيه، تمام؟ والراديون ايمج شاربنز ده بيعمل ايه؟ مفيد ومش مفيد، بينفع ومضر. هقول لك تعمل بيه ايه. صلي بينا على النبي. الاختيار لو جيت فعلته هتلاقيه بيدي حده للصوره بتاعه اللعبه، بيزود لك الشرب بتاع اللعبه، فبالتالي لو انت مش بتصور تلاقي الدنيا حلوه واللعبه جميله وفي وضوح للعيبه. حرفيا هتفرق معاك جدا، خصوصا لو بتلعب سنايبر. فاهم انت قصدي؟ مثلا واحد مكمبر على جبل مفيش غير مثلا دماغه باينه بس، فانت حرفيا انت هتشوفه يعني، تمام كده؟ هي منفعه، كلام جميل. طيب مدره في ايه بقى؟ مدره في ايه؟ صلي بينا على النبي.
لو انت في حته فيها زرع كتير وانت جيت تصور، ركز، انت دلوقتي مش بتلعب، انت بتصور الجيم بلاي، تمام؟ هتلاقي الزرع دوت منمل في الفيديو، بعد لما تيجي تصوره هتلاقيه منمل، هتلاقي الفيديو تحس ان الفيديو بايظ، في حاجه غلط في التصوير، فاهم انت قصدي؟ الطريق مثلا الاسفلت هتلاقي في نمل في الموضوع. عارف شفت انت التلفزيونات بتاعت زمان لما تبقى منمله ابيض في اسود؟ حاجه كده شبيهه ليها. فهي منفعه لو انت مش بتصور، حرفيا هتاخد فرق اداء حلو جدا كمان، وصوره جميله جدا، وحرفيا هتفرق معاك، تمام؟ فلو انت مش بتصور فعلها، بتصور ما تفعلهاش، كلام جميل. وطبعا الاختيار اللي تحت دوت اساسي ان انت تفعل، تمام؟ هتيجي بقى تدوس على الاختيار ادفانسد دوت، هيفتح لك خيارات جديده. اول خيار هتختار ايه؟ اول واحد، كلام جميل. عندك الاختيار الثاني دوت، هتيجي تختار اخر واحد. طبعا انت عايز تعرف كل ده بيعمل ايه. ده الانتي الايزنج، ده تنعيم الحواف، ودوت بردك حاجه شبيهه ليه برضو. عايز تفهم اكتر، افتح الموبايل بتاعك، افتح الكاميرا الخلفيه، وهات العدسه بتاعت جوجل، واختار الترجمه وصور، وهي هتطلع لك الترجمه بتاعتها. انت من الترجمه هتفهم هي بتعمل ايه، بس عشان وقت الفيديو، حلو الكلام. ولكن انا كل الاختيارات دي كلها حرفيا انا جربتها، كلها انا جربتها، والاعدادات دي انا اللي عاملها، محدش عاملها لي ولا حد قال لي عليها، تمام؟ هتيجي على الاختيار الثاني دوت، هتختار اخر واحده، تمام؟ وهتنزل تحت شويه كده، الاختيار دوت هتعمله، هتلاقي عندك ستاندرد، ما تعملوش هاي، اعمله برفورمانس. هاي دوت هيديك صوره افضل، ولكن احنا عاوزين اداء اسرع، ركز معايا، احنا عايزين طبعا اف بي اس، فاهم انت؟ وعاوزين سلاسه في اللعب، فانت هتعمله برفورمانس اللي هي اخر واحده، كلام جميل. وهي هتفعل الاختيار دوت، تمام؟ الاوبن جي ال دي ما تفعلهاش، الاوبن جي ال دي ما تفعلهاش. ولو انت على محاكي الجيم لوب، لما تيجي تختار من المحاكي اختار الدايركت اكس. حلو، تعالى اوريك الاعدادات كده في السريع برضك بتاعت المحاكي. ادي السيتنج اهي، طبعا هتشيل الاختيارات ديت، تعمل الاختيارات دي كده في السريع. هنا الدايركت اكس، ما تعملش الاوبن جي ال. الفرق ما بين دي وبين دي، الاوبن جي ال بتديك الوان زياده، اما الدايركت اكس بتدي لك، ركز معايا، ابعاد الصوت بتاع اللعيب، سواء انت كنت صوت محيطي او لا، بتدي لك ابعاد صوت افضل، وبتدي لك صوره اسلس، صوره اسلس، ركز معايا. وهتختار طبعا كل الاختيارات دي ما عدا الاخير. والانتي الايزنج ده انت كده كده عامله من كارت الشاشه، فما تعملوش من المحاكي، لان انت لو عملته من المحاكي هيهنج لك اللعب. حلو، طبعا الميموري بتختار اعلى حاجه، والبروسيسور اعلى حاجه، وتشوف الريزولوشن اللي انت بتلعب عليه. انا ساعات بفتح على 4K، كل ما بتعلي في الريزولوشن كل ما الاف بي اس بيقل، كل ما كانت الصوره افضل، ركز معايا، واوضح بكتير كمان. فانت شوف انت بتلعب على انهي ريزولوشن، كل ما الريزولوشن بيقل كل ما الفريمات بتعلى، كل ما الريزولوشن بيزيد كل ما الفريمات بتقل، ولكن الصوره بتبقى افضل، تمام؟ طبعا السكرين دي بقى هتعمله 480، تمام؟ هتخش هنا تختار طبعا ايه الكلمه اللي هنا هتدوس عليها، هيجيب لك ايه؟ اسوس روك 2. اعدادات اللعبه هتلعبها على 720 بي وسموز. ليه 720 بي؟ ليه مش 1080 او 2K؟ ديت عامله بالظبط كانك بتفتح فيديو على يوتيوب، انت عايز تتفرج على الكواليتي بتاعته كام. كل ما هتعلي في الكواليتي كل ما البنج هيعلى معاك، فهمت؟ كل ما هتعلي في الكواليتي كل ما البنج هيعلى معاك، تمام؟ وطبعا الجرافيك خليه سموز عشان ما تضغطش على كارت الشاشه، انت كده كده ظابط الكلام ده كله من اعدادات ايه؟ الكارت، تمام؟ خلصنا كده من اعدادات المحاكي، تعالى نرجع بقى للكارت تاني، تمام؟ انت كده دلوقتي ظبطت ايه؟ الدنيا خلاص. تعالى بقى نعمل الجرافيك للجهاز كله، وتاخد افضل اداء للجهاز كله، حتى لو انت مش فاتح اللعبه. انت كده خلاص حددت اعدادات اللعبه، تمام؟ فتعالى بقى نشوف اعدادات الكارت بصفه عامه. نرجع ورا، سهم ورا كده اهو، هيجي لك عندك اختيار الجرافيك ده هتدوس عليه، وهتعمل نفس الاعدادات ديت، هتفعل بردك الانتي لاج، تمام؟ والريديون بوست، تمام؟ وتعمل الريديون بوست على الاخر، وهتقفل الاختيار دوت، وهتقفل الشارب دوت. هنا لو انت جيت فعلته وجيت فتحت فيديو على يوتيوب، هتلاقي عندك الصوره بتاعه البني ادمين هتلاقيها كده فيها حده زياده، اي حاجه هتلاقي فيها حده زياده، حرفيا هتحس ان الصوره باظت بتاعه الجهاز. فانا هنا ما انصحكش انك تختاره، فهمت؟ انت هناك في المحاكي بتاع الجيم لوب جيم هنا اهو، انا خليتك تختاره، ده لو انت مش بتصور عشان هيساعدك في الاداء. انما هنا اوعى تعمله، انا بقول لك اوعى تعمله، تمام؟ الشارب ده اوعى تعمله. وهتفعل الاختيار الاخير دوت، وهتدوس على ادفانسد، وهتنزل تحت كده، هتعمل الاختيار ده زي ما هو كده الاول واحد، وهتعمل دي اخر واحده، تمام؟ بص نفس الحاجات دي تعمل زيها بالظبط. الاختيار دوت هتيجي تعمله برفورمانس عشان يديك اداء سريع للجهاز بصفه عامه، حتى لو انت فاتح اللعبه نسيت تضيفها، فانت الاعدادات اللي انت بتحطها هنا دي بتبقى متضافه على اللعبه، فهمت انت قصدي؟ تمام؟ هتعملها هنا برفورمانس، وهتختار الاختيارات ديت، طبعا الاوبن جيل هتشيلها، تمام؟ وزي ما انت ما شايف كده الاختيار ده هتحطه ايه؟ على الجرافيك، تمام؟ كده خلصت منين؟ من الجرافيك بتاع الجهاز كده، بتاع كارت الشاشه عموما. تعالى بقى نخش على ايه؟ على اعدادات الشاشه ذات نفسها، تمام؟ في كده اعدادين حلوين. انا دلوقتي واحد بفعل الاختيار النص ملي سكند، عند بعض الناس الشاشه بتاعتهم 1 ملي سكند، فطبيعي انت لما بتيجي تفعل الاختيار دوت بتلاقي الصوره ضلمت. انت عاوز مثلا الصوره تكون منوره وفاتحه، وفي نفس الوقت مستغل ال1 ملي سكند علشان تلاقي الدنيا سلسه معاك. طب هتعمل ايه يا معلم؟ عندك الكونتراست دوت، انا بعليه ل 120، انت ممكن تعليه، طبعا فعل الاختيار بتاع ال1 ملي سكند من الشاشه، هتيجي تفعله كده هتلاقي الشاشه نورت معاك.
حلو. طيب انا بحب اللعبه تكون مشبعه في الالوان شويه، انا ساعات بعملها 110 لحد 130. انت علي فيها هتلاقي طبعا الالوان بتتشبع معاك وهتلاقي الصوره بتبقى احلى. وعلى فكره كل ما كانت الصور مشبعه كل ما كان انت بتشوف اللعيبه يعني بوضوح اكتر، تمام، وتلاقي كده يعني الالعاب جميله حتى لو مش العاب شوتر، فاهم؟ فانا برضك بعملها في رينج ال 120 130، انت بتعملها على حسب ما انت عايز، تمام. ديت الاعدادات كده بتاعت ايه، بتاعت الشاشه. طبعا لو انت عندك كارت ام دي اكيد انت بتتفرج عشان انت عندك كارت الام دي، لو انت الشاشه بتاعتك 60 هرتز وحابب تكسر سرعتها هسيب لك فيديو في علامه الاي اللي فوق، تمام، تروح تتفرج عليه هتلاقي انت بتكسر سرعه الشاشه من كارت الشاشه الام دي. طبعا دي ما فيش عليها اي خطوره، تمام، وجميله جدا، وانا كنت عاملها في الشاشه القديمه قبل كده وناس كتير صحابي عاملينها. بمعنى هديلك انت دلوقتي اللعبه دي مديلك 120 فريم، الجهاز الكيسه مديلك 120 فريم، وعندك الشاشه بتاعتك 60 هرتز 60 فريم، فانت حرفيا ضايع منك 60 فريم لان انت عينك مش شايفه غير ال 60 فريم. طيب انت هتعرف ازاي اذا كانت الشاشه بتاعتك 60 هرتز ولا 75 هرتز ولا 144 هرتز؟ تمام، تعالى معايا على الديسك توب كده وهتدوس كليك يمين وديسبلاي سيتنج، كلام جميل. تعالى معايا هنا على الديسبلاي سيتنج هتدوس على ادفانسد ديسبلاي، حلو الكلام. انا عندي هنا 165، انت تشوف بقى ايه عندك جايبه مثلا 60 75، فاهم؟ انت جايبه معاك مثلا 60 75، روح اتفرج على الفيديو اللي انا سبته لك في علامه الاي وهسيبه لك بردك في الديسكربشن. حرفيا هيفرق معاك الاداء من السما للارض، خصوصا في بابجي والالعاب اللي فيها رد فعل سريع، فاهم انت قصدي؟ بابجي، كود موبايل، الالعاب اللي فيها رد فعل سريع وحرفيا انت محتاج الاف بي اس ده، الاداء هيفرق معاك جدا، فاهم انت قصدي؟ وبس كده الفيديو بتاعنا خلص بكل بساطه. يا رب ما اكونش طولت عليكم وفدتكم على قد ما قدرت يعني. وبس لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، تمام. وانا بتحداكم يا جدعان توصلوا الفيديو دوت ل 100 لايك، بس مش هنطلب اكتر من كده، 100 لايك، ماشي؟ وبس. سلام يا اخواتي، مستني الكومنت بتاعكم، سلام.